النهارده ليا مزاج اعمل حاجه مختلفه، وصفه غريبه، واللي اداني الالهام ده الباستا يا جماعه مخلياني على طول عايزه اكرييت حاجه حلوه تبقى مناسبه لجمالها. النهارده هنعمل سباجيتي بالكبد الفراخ والماسترد صوص، حاجه غريبه جدا بس هتجربوها ما حصلتش. هنبتدي نعمل الباستا بتاعتنا. عايزه افكركم ان على ما احط الزبده وزيت الزيتون ويسيحوا ان الباستا بتاعتنا معموله ببريميوم كواليتي بالويت سيمولينا. حطيت الزبده والزيت وهسيبهم بس كده يسيحوا. هحط البصل مبشور عادي خالص، وهحط الثوم مهروس، وهروح نازله على طول بكبد الفراخ اللي متقطعه حتت صغيره. عايزه اقول لكم تip كده على كبد الفراخ. ناس كتيره قوي بتقول انا ما بحبش الكبد الفراخ وبيبقى فيها زفاره ومش عارفه ايه. احلى حاجه عشان نضيع زفاره كبد الفراخ ان احنا ننقعها في شويه لبن، هتضيع الزفاره تماما، وبعد كده نعصر عليها شويه ليمون بسيط. خلاص، وهروح نازله بالمستردة اللي هي الديجون حب، وهبتدي احط زعتر يا فريش يا زعتر ناشف زي ما احنا نحب، بس بحب زعتر كميه. انا هنا حاطه زعتر ناشف وكميه زي ما انتم شايفين، وهاخده تقليبه. هتقولوا لي ايه لم الشامي على المغربي، ايه جاب الزعتر لكبد فراخ لمستردة؟ جربوها والله مش هتندموا، طعمها من ورا الخيال. هروح نازله بشويه بقدونس، واروح حاطه الميه بتاعه سلق المكرونه، وهروح نازله بالكريمه اللباني. هاخد شويه كبد من الصوص اول ما يستوي وهحطهم على جنب عشان بعد ما اقلب الباستا في الصوص واغرفها في طبق، عايزه يبقى شويه كبد تبقى سيجنتشر على الوش كده، مش دايبه كلها في الباستا. هبتدي انزل بالباستا اللي مسلوقه وجاهزه. هنحط شويه فلفل اسود خفيف ورشه ملح للي بيحب. اللي ما بيحبش الملح عامه كتير ما يحطش، يستكفي بالمستردة، لكن هي رشه كده خفيفه. وبعد كده هناخدها تقليبه ونروح نغرفها وافرجكم المنظر هيبقى عامل ازاي. وكده جهزت السباجيتي بتاعتنا، وحاجه كده بقى زي ما بيقولوا من ورا الخيال. جربوها وابعتوا لي صور واسالوني لو عندكم اي اسئله وكومنتاتكم، وعايزه اعرف بالذات رايكم في الباستا دي.